كلثم، متواصلين في لقاءاتنا. الكابتن نايف القاضي، رحب فيك مباراة السعودية الرياضية، وبارك لك هذه العودة، نقول لك عودا حميدا. يعني مباراة بالنسبة للكابتن نايف القاضي والفريق الشبابي مهمة، خاصة راح الدوري وراح كأس العهد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا أول مباراة دور 32 مباراة كأس الملك، مباراة مهمة وصعبة. طبعا تعرف مباريات الكؤوس دائما ما تحمل مفاجآت، لكن الحمد لله اليوم بداية المباراة الفريق مركز، ومن قبل المباراة من التمارين مع الكابتن عمار والتكتيك اللي داخل الملعب، والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا المباراة هذه وعدينا للمرحلة القادمة. كابتن نايف، لقطة الهدف هذه لقطة مهاجم صراحة، يعني المهارة والتسديد، يعني عودة جميلة بالنسبة لك. لا الحمد لله، وبغض النظر انه لقطة مهاجم ومدافع، هو توفيق من الله قبل كل شيء ومساعدة زملاء. يعني يمكن تمرنا على التمرين هذا كثير في التمارين، والحمد لله كان عندي متابعة للكرة وسجلتها ولله الحمد. فريق كبير مثل فريق الشباب يخسر بطولتين، يتبقى له هذه البطولة على المستوى المحلي، يشكل لكم ضغط كبير هذا الأمر؟ أكيد، يعني يمكن زي ما تعرف خسرنا الدوري وخسرنا كأس ولي العهد، ما بقي إلا تصفيات آسيا وبطولة كأس الملك. كل مجهودنا وكل تركيزنا على هذه البطولة اللي تعني لنا الكثير، وسبق أنه حملناها مرتين، إن شاء الله نحملها الثالثة ونحتفظ بالبطولة هذه. فما في إلا البطولة هذه، ما حقول لك علينا ضغط، احنا بننزل لكل مباراة بمباراة، يعني المباراة بنحاول نفوز فيها ونعدي المرحلة الثانية، ما نفكر في الكاس إلى أن نوصل للكاس إن شاء الله. شكرا لك كابتن. شكرا لك. أيضا من حديث الكابتن نايف القاضي بدر السليطين راح في كأس السعودية. شفتك تناظرني وتضحك كأنك تقول خلص. لا سنة نايف يخلص ما شاء الله عليه، طول شوي. كابتن، هذه المباراة يعني صعب، يعني العقل الباطني، قال طبعا الكابتن تركي السلطان ومحللنا في السعودية الرياضية، العقل الباطني صعب انك تقنعه انك امام فريق يجب ان تكون يعني بكامل حضورك في هذه المباراة، خاصة انكم تعرفون مركز فريق الكوكب، ما بيقول كوكبابي يعني صعب شوي الاسم فريق الكوكب يعني هو متذيل الترتيب في دوري الركام. هي فعلا كلامك صحيح، خاصة انه احنا الحين ننافس على على اكثر، يعني من اكثر يعني اكثر من جبهة، خاصة الدوري نبغى المركز الثالث، ابطال اسيا، ادوار اقصائي، يعني نحاول نعدي دور مجموعات. اليوم كابتن عمار حاول انه يشرك مجموعة، يعني حاول يريح اسماء معينة. الحمد لله اهم شيء انه احنا ظفرنا بالفوز اليوم وتعدينا الكوكب، وان شاء الله نفكر في القادم اللي هو الدوري. عندنا مباراة ان شاء الله مع النهضة، برضو هدفنا انه نحصل المركز الثالث ونرضي جماهيرنا، خاصة بعد فترة كان فيها زعزعة شوي. والحمد لله حاولنا نصيغ اهدافنا ممكن في منتصف الموسم، انه مركز ثالث واسيا ودوري وكاس الملك، وان شاء الله قادرين نحقق بالاسماء الموجودة ان شاء الله. فريق مثل يعني كنتوا تقابلون فريق غامض تقريبا بالنسبة لكم، لا يمكن أن تتوقعون ما سيفعله داخل أرضية الملعب. كنتم متوقعون مثلا أن هناك تكتل، فاجأكم بأنه كان تقريبا يلعب بشكل مفتوح؟ لا كنا متوقعين شيء هذا، انه في تكتل، لكن حاولنا نسرع الكرة اكثر، يعني ونفعل جهات الاطراف طبعا، ونحاول نستغل العمق اذا لعبنا على الطرف. يعني حاولنا يعني على اكثر من جهة نلعب، الحمد لله توفقنا. يمكن من اول ربع ساعة تحقق المراد، سجلنا هدف، الحمد لله فتحت المباراة. يعني نقول بأنكم انتصرتوا بأقل مجهود؟ ما نقدر نقول كذا، خاصة انه الاسماء اللي شاركت ممكن في اسماء اليوم شاركت من زمان ما شاركت، وليد عبد الرب ونايف القاضي، اسماء طبعا كبيرة بس من فترة ما شاركت. الحمد لله اهم شيء انه احنا نعطي كل مباراة حقها وجالسين نفوز، الحمد لله هذا اهم شيء. شكرا لك. الله يعطيك العافية. متواصلين في لقاءاتنا. صاحب الهدف بالنسبة لفريق الكوكب مشعل فين اللعيبة، مبروك الإدارة، مبروك للجمهور الشبابي. أخذنا المهم اللي هي التأهل دور 16، انه يخش مرمانا هدف، وإنه كان ما نبغى يخش مرمانا هدف، لكن جت بظروفها الحمد لله. طبيعي ان المباراة هذه يعني يمكن خط الدفاع من زمان ما لعبوا، طبيعي انه بيكون يعني ما يكون في وضعهم، لكن ان شاء الله باذن الله يعني المباريات الجايه ان شاء الله يكون الوضع احسن. بالنسبة لفريق الشباب وضعه في المرحلة الجاية، مباراة مهمة في الدوري بالنسبة للمركز الثالث، كذلك في كأس الأبطال الذي أكيد الجمهور يطالبكم بهذه البطولة، تشكل ضغط بالنسبة لكم؟ أكيد، أن تعرف يمكن نبغى ناخذ المركز الثالث عشان الآسيوية، الشيء الثاني عشان البطولة هذه يعني زي ما يقولون الشباب خذها مرتين، إن شاء الله بإذن الله تكون من نصيبنا هذه. تعرف يعني يمكن مدرب قاعد يعني في عناصر من زمان ما لعبت، انه يحاول انه يجهزهم، يعني الفتره هذه راح يحتاج يعني كل اللعيبه في الفريق الاول، لكن ان شاء الله باذن الله زي ما تفضلت المباراه الجايه يعني زي ما يقولون ناخذها حبه حبه لين ان شاء الله نوصل للنهايه باذن الله.
كويس طبعا المدرب اليوم خلانا نشوف ابراهيم زايد ما شاء الله انت يعني مسيطر على الخانه، ما اعطيتهم فرصه. لا بالعكس، تعرف انت الكل يعرف ان خانه الحارس ما يلعب الا واحد. بالعكس ابراهيم ولا كان اول حسين والعويس يعني كلهم صدقيني مؤهلين يلعبون في نادي الشباب. ابراهيم اليوم صراحه ما قصر، يعني جت كم كوره توفق فيها اليوم، وان شاء الله يعني يكون في المباريات الجايه يكون احسن من كذا باذن الله. تلحق على مباراه برشلونه ولا؟ اكيد برشلوني. متوقع برشلونه 2-0 ان شاء الله. يمكن ان شاء الله. شكرا لك. اذا من حديث